الذي هدانا إلى نعمة الإسلام وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. معاشر الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام وسائر هذه الطاعات، وأن يتقبل الله عز وجل هذه الدعوات. بعد صلاة العصر طلب مني الشيخ عوض أن أقدم كلمة، لكني ما أحببت الحديث، لأن في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الأشلاء وهذه الحروب الحديث لا تنشرح إليه النفس، والإنسان حزين لما نراه ونشاهده في هذه البلاد، لأن هذه الدماء التي تسفك وهذه الأموال التي تدمر وهذه الأرواح التي تسحق وهذه الأشلاء التي تقطع هي لمسلمين، وهنالك نساء ترمل، وهنالك أطفال يتمون، وكل ذلك على حساب هذا الشعب المسلم وعلى حساب هذا البلد الذي عانى ما عانى. ولهذا ينبغي لنا أن ندعو الله دعاء طويلا عريضا أن يجعل الله عز وجل هذا البلد آمنا. وأنا تحدثت عن دعاء إبراهيم في سورة إبراهيم عليه السلام دعا ب10 أمور، لكن أول ما دعا به قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا نحن نسأل الله عز وجل أولا أن يحفظ هذه البلاد وأن يكتب لها الأمن والاستقرار، وأن يحقن الله هذه الدماء، وأن يجنبنا الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما بطن. النقطة الثانية، أنا تحدثت كثيرا وإني أتعجب من ساسة هذه البلاد وما بينهم من اختلاف وشقاق، حتى ينتظروا من رجل كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يأتي ويوحد بينهم ويسوقهم إلى خير. وقلت وأقسمت بالله بأنه لن يأتي من كافر لأهل الإسلام خير، لأن الله عز وجل يقول وقوله الحق: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهؤلاء يحسدون أهل الإسلام في كل نعمة، وخاصة نعمة الاستقرار. ولهذا أرجو بعد أن تنجلي هذه المعارك وأن تستقر هذه البلاد ألا نسمع صوتا لهؤلاء مرة أخرى، ولا ينبغي لنا أن نثق في تحركاتهم ولا أن نرجو من ورائهم خيرا. وإذا لم يكن في هذه البلاد عقلاء وعلماء وأخيار وأفاضل يقودون هذه البلاد إلى خير فلا خير فينا جميعا. ولهذا نرجو النقطة الثانية من علماء هذا البلد
ومن عقلائه وما أكثره ومن رجالاته الذين خبروا هذا المجتمع أن يقودوا صلحا يوحد بين أهل هذه البلاد، لأنها الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القضية الثالثة وهي من القضايا المهمة، بأن كل هذه الفتن إذا نظرنا إليها مع الأيادي الخارجية التي تلعب وتعبث بهذه البلاد، نجد هذه الأحزاب الفاسدة التي لا تعظم الله ولا تعظم دينه وليس لها سند من هذا الشعب، وتريد أن تفرض كفراً وعلمانية على هذه البلاد، بأنهم لن يستطيعوا بإذن الله عز وجل أن يحققوا ذلك. قال لي رجل من حكماء العرب يقول لي من خلال استقراءات للعالم بأن الدول المؤهلة لحكم العالم لا تخرج من دولتين. قال لي هي بريطانيا، لأنها استطاعت أن تحكم العالم بعقلية بسيطة حتى بنوا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. وقال لي تركيا، أما بقية الدول فليست لها هذه العقلية والأهلية. وقال لي هنالك 3 دول يصعب على أي مستعمر أن يستقر فيها لمكونات قد لا يعرفها الكثير من الناس، وذكر هذه الدول، ذكر أفغانستان وذكر اليمن وذكر السودان. بل قال لي رجل، قال قابلت رجل في بريطانيا كبير السن وكان في فترة الاستعمار هنا في السودان، قال له أي بلد أنتم خرجتم منها جعلتوها جنة إلا السودان. قال لي والله نحن في السودان لا ما نبنى ليلة واحدة آمنين. ولهذا هذا البلد سيظل عصيا 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 على كل محاولات التغريب، لأنه شعب مسلم برجاله بنسائه بقبائله بتاريخ الضارب في قيم الإسلام التي هي أصبحت جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع. ولهذا هذه الأحزاب البالية التي يقودها بعض الوجوه الكالحة التي لا ترى فيها تعظيما لله ولا لرسوله، فليعلموا أن كل محاولات التغريب ومحاربة الدين والتمكين لعلمانية أو لليبرالية أو لأي نوع من أنواع الكفر والفسوق، بأن ذلك لن ينطلع على هذا الشعب ولن يكتب الله عز وجل له توفيقا. ولا ينبغي لمسلم أن ينخدع بما يرفعونه من شعارات، فإن هذه الأمة هي أمة مسلمة، فكيف لحفنة قليلة لا تعظم الله تتحكم في مصير هذا الشعب؟ وإذا أرادوا أن يحكموا هذه البلاد إما أن تحكم على عسكرية، وهذا كثير في تاريخ هذه البلاد، وإذا رضوا كذلك بأنظمة ديمقراطية، فإن هذا الشعب إذا تحاكم للأغلبية فإنه لن يختار إلا هذا الدين وإلا هذا الإسلام. ولهذا حتى الأحزاب القديمة التي حكمت هذه البلاد، سواء كان الاتحاد الديمقراطي أو حزب الأمة أو بعد ذلك الجبهة الإسلامية القومية، كل هذه الأحزاب كانت ترفع شعار الإسلام، لأنها تدرك تماما أن هذا الشعب لن يرضى إلا بالإسلام وإلا بهذا الدين. ولهذا لا ينبغي لحفن 4 أحزاب أو 3 أحزاب تصر أن تقصي بقية الشعب.
وأن تنفرد بحكم هذه البلاد بحجة أن لها دعما خارجيا، فإن الخارج لن يستطيع أن يحرسكم ولن يستطيع أن يقف معكم إذا لم تجدوا سندا من هذا الشعب. والدليل على ذلك راجعوا آخر التاريخ في أفغانستان، أتوا بحكومة وساندوها بكل قوة عسكرية، وفي النهاية ما استطاعوا أن يستمروا على ذلك. ولهذا نحن يمكن أن نصبر على أمور كثيرة، لكننا لا نصبر على ضياع الهوية ولا على ضياع الدين ولا على ضياع القيم التي توارثناها في هذه الأمة. فينبغي لنا أن ننتبه وأن نحرص على استقرار هذه البلاد وعلى أمنها وعلى الحفاظ على دينها وعلى هويتها. في مثل هذه الظروف نبه الأخ الدكتور حسن على قضية مهمة، وهو في مثل انشغال الناس في مثل هذه المعارك قد تظهر بعض مظاهر الفوضى ممن من ضعفاء النفوس، فيجب على أهل الحي أن يتضامنوا وأن يتعاونوا وأن يتناصروا، وإذا دعا أي داع أن يقفوا جميعا مع بعضهم. خاصة نحن في هذا الحي عندنا الحمد لله عدد من الضباط وعدد من العساكر وعدد ممن كانوا قادة في الشرطة وفي الوحدات العسكرية. ينبغي لنا أن نتحالف وأن نتعاون وأن نتناصر لطرد أي مظاهر دخيلة على هذا الحي، حتى نحافظ على أعراض الناس وعلى أموالهم وعلى ما ينبغي أن نحافظ عليه حتى تنجلي هذه الأمة. وإني أسأل الله عز وجل أن يكتب لهذه البلاد أمنا واستقرارا وازدهارا، وأن تنجلي هذه الأمور في أسرع ما يكون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.